عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كما شفتوا معايا غادي نشارك معكم في قصص مالحين او مملحات باشكال مختلفه. فانا درت جوج اشكال اللي غادي نشاركهم معكم في هذا الفيديو، فبقاو معايا نشوفوا المقادير وطبعا طريقه التحضير. فهاد الفقيقسات او المملحات غادي نحتاجو فيهم 250 غرام ديال الزبده، واستعملت هاد النوعيه. غادي نحتاجو شويه ديال الكنور وشويه ديال الملح، غادي نحتاجو قزبر ومعدنوس، تحميره وشويه الابزار، نصف كاس حليب وربع كاس زيت. نحتاجو 4 ديال الحبات ديال الجبن اي نوع كان متوفر عندكم. نحتاجو جوج خمارات من فئه 8 غرام. نحتاجو بياض البيض باش ندهنوا به العجينه، وفي الاخير نحتاجو جبن مبشور. فاول حاجه غادي نبدا بها هي الزبده والجبن. غادي نوضع 250 غرام ديال الزبده ونضيف عليها 4 حبات ديال الجبن من النوعيه اللي متوفره عندكم، ونخلط جميع المكونات مزيان، ونضيفوا باقي المكونات عادي جدا، ونخلطوا كل شيء مع بعضياته حتى كيتجانس. فكيف ما شفتوا معايا ضفت ربع كأس ديال الزيت، وغادي نخلط جميع المكونات بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. فمن الاحسن تكون الزبده والجبن في حراره ديال المطبخ باش يسهل عليكم الخدمه. ومن بعد ما خلطت كل شيء ضفت نصف كأس حليب، نخلط شويه ونضيف باقي المكونات حيت الحليب ما غاديش يتخلط لينا مع الزبده. ضفت الكنور، ملح، قزبر ومعدنوس، الابزار والتحميره. نخلط المكونات مزيان ونضيف الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع لي العجين. ضروري ما تكون العجينه لينه. فبقاو معايا الاخر فيديو. فهاد المملحات كيجيو ساهلين دغيا كيوجدوا وكيجيو بنان، نتمنى انكم تجربوهم. وهنا كيف ما لاحظتوا معايا قسمت العجين لنصفين، والنصف الاول ضفت له الزعتر وغادي نخلط العجينه بهذه الطريقه هذه، والنصف الثاني غادي ندير له الهريسه. فممكن انكم ديروهم على شكل فقيقسات، ممكن تفننوا في الشكل اللي بغيتوه نتوما، ممكن ديروه على شكل بابيون حتى هو كيجي زوين في المنظر وكيجي سهل في الخدمه، وممكن تنكهوا بالنكهه اللي بغيتو. ممكن انكم تضيفوا الزيتون الاسود حتى هو كيعطي مذاق رائع في هذه العجينه هذه، وغادي تشكلوا بالشكل اللي بغيتو. فانا اقترحت عليكم هاد جوج اشكال، ونتمنى ان شاء الله تجربوا وتنال اعجابكم هاد الوصفه. وهنايا كنقطع بهذه الطريقه، وغادي تشكلوهم على حسب نتوما كيف ما بغيتو. قبل ما نقطع الاشكال فهذه اسهل طريقه للعجينه، وغادي ندهن بياض البيض، ومن بعد غادي نشكل اشكال ونزيد من الفوق الجبن المبشور. ممكن ديروا الجبن المبشور احسن عاد تقطعوا، وندخلوهم للفرن على 180 درجه تيطيبوا مزيان ويتحمروا. وبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم، فكيجيو زوينين وبنان. نتمنى انكم تجربوهم وبمقادير اللي كيف ما شفتوا معايا جد بسيطه واقتصاديه.
وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما طابوا وجدوا كيجيو على هذا الشكل. فممكن تشكلوهم بالشكل اللي بغيتو وتحاولوا ديروهم بعبار واحد. ممكن ديروهم هكذا على شكل مثلثات والنكهه اللي بغيتو نتوما، فلكم دائما حسن الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا اعجابكم، فكيجيو بنان بزاف كيف ما شفتوا معايا بمقادير بسيطه ومتواجده في كل بيت. وشكرا لكم على تعليقاتكم الزوينه. نتمنى تدخلوا عندي الانستغرام نخليه لكم في صندوق الوصف وتجربوا هاد الوصفه اللي كتجي زوينه بزاف. نخليكم دابا مع لا فيديو ومع المشتريات اللي خديت. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من لي فيديو اللي كنحط لكم، وما بقى لي نقول لكم الا شكرا وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.